مني أنا طوني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجراء الكلام. مساء الخير. هم يطلقون عليها موسيقى المهرجانات، ولكنها مختلفة تماما عن المهرجانات التي تتداعى لأذهانكم. لا نتكلم هنا عن مهرجانات موسيقية أو فنية أو حتى للسياحة والتسوق، وإنما نتحدث عن لون جديد من الغناء الشعبي استطاع أن يفرض نفسه ويتخطى حدود مصر، مثلما تخطى علي كوبان والرئيس متقال وحكيم الحدود وغنوا للعالم كله. هل هي مجرد ظاهرة ستأخذ وقتها وتنحسر، أم هل هي تسيء لمصر ولفن مصر الشعبي الأصيل كما يدعي البعض وتكرس لفن العشوائيات؟ أم هي جزء من ذلك؟ وهل هي نوع متفرد لامتداد لنمط فني قديم قدم الفن المصري ذاته، وهو فن الارتجال والقالب اللحني الثابت؟ حلقة خاصة نقتحم فيها عالم موسيقى المهرجانات والأغاني الشعبية بين رأيين متناقضين تماما، ونتوقع أن يقال فيها أجرأ الكلام. موسيقى المهرجانات أو الهيب هوب المصري أصبحت ظاهرة لا يمكن إغفالها أو عدم التعامل معها باستخفاف وبدون دراسة جادة.